والحديث عن الرؤساء يمر حتما بأسماء كتبت تاريخ النادي الأهلي، مثل صالح سليم مايسترو الكرة المصرية الذي كان مثالا للاعب الكبير سواء في النادي الأهلي أو منتخب الفراعنة، بالإضافة لرئاسته للشياطين الحمر عبر فترتين مختلفتين جعلت من الألقاب قدرا للحمر. هو أكتر واحد شعبية، وأكتر واحد صاحب تأثير، وأكتر واحد يذكر، وأكتر واحد الناس لما تضيق بها الأمور تستلهم منه وتقول له أين أنت يا كابتن صالح. وهو بالنسبة لي مثلي الأعلى. اتعاملت معاه كمشجع، اتعاملت معاه كزميل في النادي، اتعاملت معاه كصديق بيرجي لي بيتي وبروح له بيته، اتعاملت معاه كمرؤوس لما بقى رئيس مجلس إدارة وأنا معاه في مجلس إدارة، ثم رئيسي كموظف وأنا مدير للنادي الأهلي، ثم مدير للتسويق الاستثمار. تعاملت معاه في كل الحاجات دي، وفي كل هذه الأمور كان مختلفا، كان معلما بالنموذج، ما يقعدش يرغي كتير، إنما اللي يعمله تبقى أنت عايز تعمل زيه، لأنه كان بيعمل الصح وبيحب النادي الأهلي بطريقة صح، ولا يقبل الخطأ، ولا يقبل أن ياخد حاجة مش من حقه، ولا يقبل أن حد ياخد حقه، حق النادي يعني، ومش عايز حاجة من النادي. فإزاي ما تحب الشخصية زي دي وما تبقاش هي مثلك الأعلى أنت وكل الأجيال اللي عصرته واللي هتيجي بعد كده. صالح سليم مثل الرئيس والفنان والمايسترو والقائد في آن واحد، حتى إنه بقي في ذاكرة المصريين وأنصار الأهلي. فريق الأهلي ينزل إلى أرض الملعب. صالح سليم ورفعت السادسه البدوي عبد الفتاح، يلا يا بدوي كل ملعب يساب طاس معيد ودخل الجول، الجول الاولاني للنادي الاهلي بعد 4 دقائق. وطه طلع الثاني، هو جول ضابط في الخشبه، وهو الجول الثالث للنادي الاهلي، النصر الكبير 3-1 الى طه في الوينج الشمال لصالح سليم، 1-2 بينه وبين طه، هو والجول وبيحطوا في الجول الثالث، حلو قوي، الجول الثالث طه جابه، طه جاب الجول الثالث، طه شاط احمد عباس، الخطيب بيلم الكوره وفات في الواحد ولم الكوره وخد معاه 2 وبيلعبها عاليه، بيخش على الله سلامه، لأنه هو أثر في الشارع المصري، مفيش بيت مصري ما تأثرش بيه، حتى النادي المنافس. يعني الزملكاوي يضع النادي الأهلي كده قدامه عشان ينافسه، عشان يتفوق عليه، والنهارده يقول لك هم نفسهم بيقولوا اللي كنا انتوا بتعملوه احنا بنعمله دلوقتي، واللي احنا كنا بنعمله جزء منه اتصدر عندكم، ان الاسرار وان لا شيء يعلو على ما يعني الشعار اللي بيضايق كثيرين وهم مش قادرين يفهموه، الاهلي فوق الجميع، فوق جميع ابنائه، فوق مصالح جميع ابنائه، فوق مصالح جميع اللي بيحبوه مش الاخرين. هذا هو المفهوم بتاع الاهلي فوق الجميع، واحنا اللي حطينا هذا لما كنا مترشحين 17 واحد وعايزين مننا 10، واتفقنا وتعهدنا تحت قيادة الكابتن صالح ان ال17 يساعدوا بعض عشان ينجح منهم 10، وان الاهلي مصلحته فوق مصالحنا جميعنا. فكنا ظاهرة ازاي ناس متنافسة في الانتخابات بتساعد بعضها. على الارض حمدي جمعه جاي جامد بتلعب لزكريا وصل برجل اليمين جامده، لعبه جامده تخبط في ناصر وتقع وتوصل لطارق خليل ويطلع عند مامور، لعبها زكريا ناصر جول، هو الجول على يمين طارق عبد العليم، ده ربيع وبيمشي جامده، هو الجول فتحي مبروك وصفى عبده، جميل الكؤوس لعب الكوره عليها، يلعب هو الجول، يجيب الجول الاول علامه
ميهوب يجيب الجول الاول. محمد رمضان بيلعبها على طول ومعاه اسماعيل وبياخد صوره حلوه وبيحطها جول. اللي كله بيبتديها من ناحيه الشمال وفيليكس بيتحرك تحرك سليم. هو فين يلقي بكلمه الافتتاح. وليد يجيد المراوغه انما مبتعد بعيد فتره عن مباريات الاصابه وتروح لحسام حسن وحسام حسن بيجيب الجول الثاني. حسام حسن بيجيب الجول الثاني. يا حسام يا حسن. مرة تانية من ناحية الشمال ياسر ريان، أرضية حسام حسن وحسام حلوة جوه جول جوه جول. الله الله الله، إيه يا ابني ده؟ إيه ده يا ابني ده؟ إيه ده يا ابني ده؟ وادي على طول رضا شحاتة والهدف الأول، وفعلا لفت هي باتجاه المرمى وعبد المنصف والهدف الثاني للنادي الأهلي. وادي على طول الكرة لبلال وخالد بيبو والهدف الثالث. عايز يرقص ورقص المرة دي وهو جول والجول الرابع. يا جاب الصعب. خالد بيبو الحقيقة. خالد بيبو يديها على طول لمحمد فاروق وحلوة والهدف الخامس. هاتريك خالد بيبو. شفناه كتير قوي السنه دي. وادي التمريره البينيه لخالد بيبو. هو جول والهدف السادس والهدف